السلم أو في الحر. أهلا بحضراتكم ولقاء جديد وعلى المصري يدور. نحن الآن في متحف من أهم وأجمل وأبرز متاحف فن النحت، وهي تعود لفنان مصري عالمي من أبرز الفنانين في فن النحت على المستوى العالمي. ساهم أيضا في تمثال أبو الهول وترميم تمثال أبو الهول. النهاردة نحن من داخل متحف آدم حنين، هذا المتحف الجميل المتميز، ولقائنا مع الأستاذ شريف عبد البديع الفنان التشكيلي وأيضا واحد من تلاميذ الفنان المتميز آدم حنين. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. أكيد عايزين نتعرف بشكل أكبر على الفنان آدم حنين منذ البداية. بدايته كانت إزاي؟ اهتمامه بفن النحت متى بدأ وإزاي بدأ؟ آدم حنين اهتم بالفن بعد ما زار المتحف المصري القديم وهو في المدرسة، في رحلة مدرسية راح المتحف، فابتدى يتساءل عن كأي طفل يعني الحاجات دي اتعملت ازاي، وأثارت فيه تساؤلات كبير جدا وإعجاب، فابتدى يهتم بالفن خلال مشواره في المدرسة. هو من باب الشعرية. هو من باب الشعرية، ولكن أصلا جذوره بتعود إلى أسيوط، يعني من كان الأصول القديمة للصعيد. العيلة يعني نعم. القديمة. فابتدى يهتم بالفن طول فترة دراسته في المدارس، وبعدين دخل كلية فنون جميلة. ابتدت هنا يظهر موهبة آدم حنين وتميزه واهتمامه بالفن المصري. الفن المصري مش بالشكل، لا، بالحس المصري القديم. الفن بشكل عام. بشكل عام. بيرسم، بيعمل نحت. اتخرج من كلية فنون جميلة سنة 53 بامتياز. وبعد كده كان زمان كان في جايزة بياخدها النابغين من خريج الكلية اللي هي مراسم الأقصر. كان بعثة مدة سنتين يقضوا في الأقصر في الشتاء 6 شهور، وفي حوش آدم طبعا أتليهات الكلية كانت موجودة فيه 6 شهور في الصيف لمدة سنتين. بعثة مرسم الأقصر دي كونت جيل مهم جدا في الحركة الفنية التشكيلية، أنا بسميهم جيل المجددين. نعم. في مرحلة آدم حنين في شبابه تعتبرها شباب. حضرتك كده. هو اهتمامه بفن النحت على وجه التحديد بدأ امتى وازاي؟ لا، من يعني هو كان مهتم بالفنون كلها. بس اهتمامه بالنحت كان من وهو في المدرسة. حضرتك ليه بتعتبر الفترة دي فترة المجددين؟ فترة بعثة مرسم الأقصر، لأن كان قبليها يعني أنا عايز أفصل مختار شوية عن اوكي. الأجيال اللي بعديه. تمام. كان فن أوروبي، فن أوروبي بالشكل الأوروبي، متأثر البورتريه بالشكل. الحلو، المناظر الطبيعية. أيوة. ودي حاجات طبعا موجودة عندنا، مش هنقول إنها أوروبية، بس كانوا بيتناولوا بالطريقة الأوروبية التأثيري وهكذا. فترة المجددين هي فعلا ابتدت من مرسم الأقصر. هناك بيعيشوا يرسموا، يبقى مثلا 3 4 5 من جميع الأقسام. فهناك بيعيشوا الفن المصري القديم
وبيكتشفوا حاجات، يعني منهم حامد ندى، السيد عبد الرسول. حضرتك بقى واخد الفن عن الوالد. يعني اهتميت بالفن من خلال الوالد، يعني كنت. هل ده السبب اللي خلاه يذهب إلى أسوان أو الأقصر، وإن هو يهتم بالدراسة واستكمال الفن هناك، ولا الطبيعة والآثار اللي موجودة؟ الجو العام، يعني في الأقصر أو أسوان. أسوان هي المنحت بتاع المصريين القدماء، يعني المحاجر هناك بتاعت الحجر، بيقطعوا الحجر، بيعملوا المسلات هناك، بيعملوا التماثيل الكبيرة هناك وتتنقل. كان اهتمام، يعني مثلا آدم في الستينات أخذ تفرغ، كان في منحة كده بتديها وزارة الثقافة أيام ثروت عكاش لما كان وزير، فعملوا منح تفرغ للفنانين انهم ياخدوا زي المرتب كده، بس يتفرغوا للفن مثلا لمده سنه سنتين وبتتجدد كده. فهو اخذ المنحه دي وراح قعد في النوبه. في النوبه؟ في اسوان. قعد فتره. فطبعا شايف بيروح المعابد اذا كان فيلة او يعني معابد تأثر بيه. وفي حجر وفي الاتليه بتاع المصريين القدماء هي اسوان. ولذلك بعد كده، بعد ما خلص البعثه المنحه بتاعته، قرر ان هو يسافر فرنسا، يعيش فيها بحيث انه يبقى قريب للفن العالمي. يعني ممكن لظروف معينه في مصر هنا حصلت، ما اعرفش يعني. يعني ما تعرفش سبب الانتقال بالظبط، لانه قعد حوالي 25 سنه في فرنسا. قعد لغايه سنه 95. وهناك ابتدى يعمل تصوير رسم على ورق البردي. طبعا اختياره الورق البردي لانه دي خامه مصريه قديمه، بألوان أكاسيد بصمغ، مش مثلا زيت أو أي مادة. لا، استخدم الخامات البسيطة اللي هي البذرة الألوان مع صمغ، وعمل بيها شغل رسومات على البرد. هو قبل ما ننتقل إلى فرنسا، هو واضح إن هو تأثر بالبيئة المصرية بشكل كبير جدا من الأقصر لأسوان للنوبة، واستخدام المواد. عيش الأقصر وأسوان. يعني هو كان أحيانا يقول لنا ده الأتيليه بتاع الفنان المصري، أسوان، المحاجر هناك والأتيليهات هناك وكده. هل ده كان سر تميزه على المستوى العالمية؟ هو تميزه لأن الشكل عنده مصري قوي. يعني فكرة الفورم اللي هو بيلخصه، عامل طيور، حتى النباتات، عامل نباتات نحت كده بالتلخيص برؤيته هو، وطيور وحيوانات. يعني من اشهر اعماله الحمار مثلا، من الطبيعه، من الريف. يعني الحمار ده مثلا ليه حكايه ظريفه جدا. يعني الحمار ده هو اللي بنى له البيت هنا في الحرانيه. يعني دي قصه. المهندس رمسيس ويسا واصف هو جاره هنا. طبعا. عامل مدرسه للسجاد في القريه بتاع الحرانيه. لينا حلقه هناك. فعجبه الحمار بتاع ادم، قال له تديني الحمار اعمل لك تصميم البيت. وراح عمل له فعلا البيت القديم ده فعلا. فعلا. طب كان ايه يعني كان ايه الاهتمام بالحمار ده بالذات، ولا كان بيهزروا يعني مع بعض؟ لا، يعني ممكن يكونوا بيهزروا، يعني اصحاب كانوا. يعني انما المهندس رمسيس ويسا واصف هو اللي عامل لا، مش المتحف ده، لا. البيت القديم اللي كان مكان المتحف يعني. كان بيت من الطين وقبب يعني شغل كان بيت حلو باسلوبه الخاص. يعني رمسيس واصف بنى له البيت وقعد فيه. لما رجع من فرنسا ولا قبل؟ لا، يعني قبل ما
المرحلة دي كان آدم حنين اتعرف كأن هو يعني مثال وفنان تشكيلي متميز، ولا كان لسه مش معروف في لا، مصر في مصر بشكل كان كامل؟ طبعا معروف. طب ايه اللي خلاه يسافر فرنسا الفترة الطويلة دي؟ يعني احتاج ان هو يخرج بره، يعني زي وهي اي مصدر للفنون يعني عظيمة انا أيضا. سافرت برضو الاحتياج ان انا اخرج بره اعيش، يعني اعيش الحاله، غير ان انا اسافر ازور. طبعا. يعني بتفرق. بتفرق في إحساس الفنان اه يعني وأدائه. احيانا، بصي، احيانا الفنان بيبقى مشغول بحاجات ملهاش علاقه بالفن هنا في مصر. عايز تفرغ. يعني مشاكل ما يعني كل واحد وليه خصوصيته، يعني في مشاكله او حاجات كده. فبنحتاج نخرج بره بعيد عن الجو دهوت وبنرجع تاني. هو معروف الفنان بيحب ينطلق، ويعني عامة أكيد زيارة أماكن فنية، وطبعا فرنسا معروفة في مجال الفن، أكيد بيثقل التجربة والخبرة أيضا. أكيد طبعا، رؤية مختلفة بيشوفها، تجارب، يعني تبادل الخبرات مهم، احتكاكهم بفنانين. لأن في فرنسا هتلاقي في الآسيوي والأوروبي ومن أمريكا اللاتينية ومن أفريقيا، مجال واسع وكل واحد برؤيته ومتاحف بألوانه بالفورم بتاعه، وثقافة مختلفة وثقافات يتعرف مختلفة. عليها أيضا. الفن ثقافة وتراكم خبرات إنسانية. إيه اللي قدمه في فرنسا وإيه اللي اتعلمه؟ يعني قعد 25 سنة، فترة طويلة. أكيد في حصل تطور في الشغل، يعني الحداثة أكتر. يعني عند آدم مثلا هنلاقي في فرق ما بين شغله القديم والجديد، وفي حاجات قديمة طورها، يعني اتطورت في الفورم. أنا بتكلم على الشكل، التناول بتاعه، الحلول بتاعته، تلخيص. يعني كل ده ما كان بيميز آدم. احنا في الفن هنا بنقول عينه حلوة، يعني بيشوف الفورم، السطح ده محتاج يعلى شوية بتاع. مش أي فنان بيبقى عنده الملكة ده. إحساس الفنان. إلى أي مدى اختلف آدم حنين في فترة الأقصر وأسوان والنوبة، آدم حنين في حوش آدم حنين في فرنسا؟ الاختلافات كانت ازاي؟ وبعد العودة أيضا حضرتك قلت لي خلاص هو اتأثر وأصبح في حداثة، في فرق في الأسلوب. طبعا حصل يعني تجديد أكتر، تلخيص في الفورم. يعني لو هقول ده من خلال نماذج فنية، ايه التمثال اللي كان متميز قبل السفر مثلا؟ قبل السفر كان لا في او اللوحة يعني في حاجات كتير. عامل الجرار من الخشب موجود في الدور الثاني، وفي الارتواء، انا بسميها ارتواء، اللي بيشرب ميه، دي من الحاجات الحلوه قوي، هتلاقوها موجوده في اظن بره هنا في الجنينه في الاول. ده الحمار مهم جدا عند ادم، يعني ده مشهور بالمعزه، الحاجات القديمه. بيشوف ان هي كانت ادوات في الريف، يعني هو يعني الحاجات اللي بيشوفها هو بيلخصها عنده وبيعمل لها صياغه تانية، ودي وظيفه الفنان، انه ما ينقلش يعني في زمان كانوا النقل الحرفي، بس احنا لو بحثنا مش هنلاقيها منقوله برضه، يعني الاداء مختلف. آدم حنين لا، كان عنده يعني عين يلخص بيها حاجات كتير، تفاصيل كتير. فترة فرنسا يعني أكيد قدم الكثير وأكيد نجح. يعني أنا كنت أنا يعني ليا الحظ إن أنا أشوفه في فرنسا، إقامتي في فرنسا، يعني كان هو موجود. أنا رحت التسعينات، هو كان يعني قعدت معاه 5 سنين هناك في الفترة دي لغاية لما رجع مصر، ورجع بسبب كان معروف في الوسط الفنانين العرب والمثقفين العرب والمهتمين بالفن العربي. يعني معهد العالم العربي يعمل له معرض. لا، كان معروف كفنان مصري. واكتسب بقى الكثير من الثقافات ايضا، يعني ان هو اطلع على الثقافات الاوروبيه. الاوروبيه. جدا
يعني بيقرا كتير ساعة لما كان بيناقشنا كنحاتين صغيرين بالنسبة له يعني تحس فيه فيلسوف كده وحكمة مفكر. ويسيبنا شوية يعني، حتى لما يكون في مثلا واحد زي كده كان احيانا بيجي شاطط شوية أو حاجة زي كده، تحس كده إيه مثلا يرد عليا رد أنا ممكن يستفزني بس ليه حكمة. وبعد كده يكلمني فيها. يقول لي أنا قلت لك كذا عشان ايوه ليه اسلوب في التعامل. بيمتص. ايوه الفنانين برضو صعب وخصوصا الشباب. هل الفنان والنحات والمثال عشان ينجح لازم يكون مفكر وشخصية مثقفة؟ لازم يكون عنده رؤية. رؤية وهدف. الرؤية مهمة جدا حتى في إدارة الثقافة. يعني إذا كان وزير لازم يكون عنده رؤية، رئيس قطاع أو حاجة للفن لازم يكون عنده رؤية. من غير رؤية ما فيش حاجة تحصل. أكيد. يعني عندنا كان ثروت عكاشة كان عنده رؤية. كان عظيم. واستندنا عليها عشرات السنين. هو أعتقد أن هو وجوده كوزير ثقافة في تلك الفترة فرق مع المثقفين طبعاً. والفنانين في هذه المرحلة طبعا. أكيد. فرق عمل مدينة الفنون من مسرح ومزيكا وسينما واستوديو. يعني واحد فكر ان يعمل ارضيه للثقافه المصريه. صحيح. يعني يعمل لها تقدم وتطور طبعا. في فتره ايضا يمكن قبل فرنسا اللي هي كانت منحه لالمانيا ميونخ في لمده سنتين. اكيد اثرت ايضا على فنه وثقافته. هو اشتغل حجر هناك اظن، يعني ابتدى يشتغل حجر هناك واشترك في سيمبوزيوم في يوغوسلافيا. والحاجات موجوده اللي هو عملها جت من المؤسسة بتاعت آدم، قدرت تجيب شغله اللي كان موجود في فرنسا، لأن بالنسبة لي ده شغل مهم. المهم إن هو لما رجع سنة 95 هو جه قال لي وأنا في باريس، قال لي أنا هرجع مصر. كان وزير الثقافة أياميها فاروق حسني. فحاول يستفاد برجوعه من مصر انه يحققوا حلم هم فكروا فيه، وفنانين كتير مصريين كان نفسهم ان يحصل، يعني ان يعملوا ورشه في اسوان. السيمبوزيوم. هو مؤسس السيمبوزيوم. هو مؤسسه. فهو مؤسسه هو ولكن سبب الرجوع هل شاف ان هيبقى فيه فرص في مصر ولا خلاص حب يرجع بلده؟ كان ايه هو بصراحه قال لي بص مهما هتعمل بره مش زي اللي هتعمله في بلدك. فانا هرجع عشان اقدر ان انا اعمل حاجه يعني سيمبوزيوم. ودي كانت هو راجع عشان يعمل السيمبوزيوم. راجع عشان يعمل سيمبوزيوم ويستقر بقى في بيته اللي في الحرانيه واتليهه وقعد يعيش. ففعلا السيمبوزيوم يعني دي كانت هديه من ادم وفاروق حسني. الحقيقة يطول الحديث عن فنان عظيم ومتحف متميز زي هذا المتحف، متحف الفنان آدم حنين، ومع حضرتك الأستاذ الفنان التشكيلي شريف عبد البديع. بستأذن حضرتك نستكمل لقائنا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء مشاهدينا واستكمال الحديث عن الفنان العالمي آدم حنين في حلقتنا القادمة وعلى المصري دور. عالمصري دور وصور واحكي حكاية شعب. عالمصري دور واسأل مين فينا عاشها بقلب. تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك الابتسامة، صابرين في وقت الكرب. إرادة زي الجبل في الاجتهاد والعمل، على الحياة يقدروا، على الحياة يقدروا في السلم